بعد كده بيدخل في مرحله التعود وبيبتدي يلعب رياضه عشان يبقى اقوى ومحدش يقدر يجي عليه. المشهد اللي بعده بيظهر ان تيتو بيحاول يبقى كويس وبيبقى مبسوط جدا وهو بيتعلم وبيصلي، وده بيدل انه خلاص ابتدى ينضف من اللي فات وان مفيش حد مجرم بالفطره. فهتلاقيه في المشهد اللي بعده لابس ابيض في ابيض وده بيرمز للنقاء، واقف بيغسل الهدوم في رمزيه ان هو بينضف نفسه من كل اللي فات. وده الفيلم بيستغله كويس جدا لما خلى الاسم الحقيقي لتيتو هو طاهر، في دلاله ان هو كشخص مش وحش بس الظروف دايما هي اللي بتسوق كده. هو دايما بيحاول ينضف لانه طاهر، وده من وجهه نظر الفيلم اللي هنناقشها في الاخر. المهم للاسف ده ما بيستمرش عشان بيجي واد عايز يعتدي عليه، فبنلاقي تيتو بينقض عليه وبينهشه، وفي الوقت ده الابيض بيتوسخ بالاحمر واللي هو الدم، وعشان كده بنلاقيه بيرجع يخاف تاني ويحس بالخطر وبيقعد على الارض زي ما كان قاعد في الحبس الانفرادي، بل وبيخش الحبس تاني. ومن هنا بيكبر تيتو وبتيجي لقطه هو لابس قط ابيض كدليل ان هو لسه بيسعى ان هو ينضف، لكن اللقطه اللي بعدها بتبقى من غيرها تماما، في دلاله ان هو مل من المحاوله وادرك ان ده طريقه وانه خلاص هيرجع يعمل الدنيا بدراعه. ودي اللحظه اللي بتحول فيها من طاهر لتيتو. بعد فتره بيخرج تيتو من الاصلاحيه، تيجي لقطات اغلبها بتكون شالو فوكس، وده عشان توصف لك احساسه بالعزله عن البيئه اللي حواليه وكمان احساسه بالتوهان، ونتيجه لان تيتو عمره كله في الاصلاحيه فما يعرفش اي حاجه ولا اي حد غير اهله واصحابه اللي كانوا معاه. فبيروح بيت اهله وبيعرف ان هم سابوا البيت. قرر ان هو يروح على عنوان صاحبه بمساعده الطفل الصغير واللي هو رضا، وبيلاقيه لسه زي ما هو شغال في الشقاوه وبيبقى عايزه يرجع يشتغل معاه. وتيتو بيحاول يرفض بس عشان ما فيش غير الحل ده بالنسبه له، فبيشتغل معاه وبيطلعوا اول